في دار أيتام بكاليفورنيا كان في طفل اسمه كالفن، وكالفن ده ما كانش عنده غير حلم واحد، وإنه كان نفسه يكون بطل كرة سلة. بس الواقع كان صعب جدا لأنه أصلا قصير وما عندهوش أي إمكانيات تخليه لاعب سلة، وكمان كان بيتعرض للتنمر كتير من واحد اسمه أوكس، واللي جه واتحداه في ماتش سلة 1 ضد 1 علشان يذل ويكسر مقاديفه. ووقتها كالفن وافق إنه يتحداه، والرهان كان تيشيرت كالفن المفضل. ولما أصحاب كالفن حاولوا يقنعوه إنه مش هيقدر يغلبه وبلاش يهين نفسه، كالفن رفض إنه يهرب وصمم إنه يكمل التحدي، لكن الفرق في الطول والقوة خلاه يخسر بسهولة. وأوكس ما كانش بس قاسي عليه، ده كمان قطع التيشيرت بتاعه قدام عينيه علشان يذله أكتر. بس بفكرك ما تنساش تظبطنا بلايك واشتراك وكومنت تقول لنا فيه انت بتتفرج علينا منين. ورغم الوجع اللي كالفن كان فيه فضل صامد وقال إن عيلتي اللي هتتبناني في يوم من الأيام هتعوضني عن كل ده. ووقتها أوكس ضحك عليه وقال له محدش هيتبناك قريب، لكن كالفن رد عليه وقال له إنه هو شخص مميز ولازم حد هياخده في يوم من الأيام. وفي اللحظة دي كان باصص على عيلة سعيدة في التلفزيون وقال إنه نفسه عيلة زي دي تتبناه في يوم. وفجأة مدير دار الأيتام اللي اسمه ستان جه ورخم عليهم وقفل التلفزيون وقال لكل الأطفال يجهزوا بسرعة لأنهم هيروحوا يبيعوا الحلويات قدام ملعب ستيبلز سنتر، وده المكان اللي بيلعب فيه فريق لوس أنجلوس نايتس. والأطفال ما كانوش مبسوطين، لكن محدش فيهم قدر إن هو يعترض. وفي نفس الليلة كالفن كان بيحاول يبيع نصيبه من الحلويات، لكن محدش كان بيشتري منه. وفي الآخر وقف مع ميرف علشان يتفرجوا على الماتش من بره الاستاد. وكان لاعب كالفن المفضل اللي اسمه تريسي بيلعب، لكن تريسي ضيع آخر رمية وبسببها الفريق خسر المباراة. وكالفن اتضايق جدا وقال لميرف إن الفريق بيلعب بشكل سيء الفترة دي، فميرف قال له يركزوا في بيع الحلويات أحسن. لكن كالفن قال له مين هيشتري بعد الهزيمة دي؟ وأثناء ما هم بيدوروا على زباين يشتروا منهم، كالفن شاف مدرب الفريق اللي اسمه واجنر واللي كان خارج من الاستاد، فجري عليه علشان يواسيه بعد الخسارة. وبعدها اتكلموا مع بعض شوية، والمدرب استغرب إن ولد صغير زي كالفن واقف لوحده بالليل. فكالفن قال له إن هو يتيم وبيبيع حلويات علشان يجمع فلوس ويديها لدار الأيتام بتاعته. فالمدرب عرض عليه يشتري منه شوية، بس كالفن رفض إنه ياخد منه فلوس وقال له بصراحة إنه مش متأكد أصلا إن الفلوس دي بتروح لدار الأيتام. ووقتها واجنر انبهر بيه وسأله لو هو كان حضر ماتش للفريق من جوه الاستاد قبل كده، وكالفن قال له لا. فالمدرب عرض عليه ياخد تذكرتين للماتش الجاي، وكالفن فرح جدا وشكر وجري علشان يدور على ميرف. وتاني يوم عائلات كتير جات لدار الأيتام علشان يتبنوا الأطفال، وكالفن كان متفائل جدا وقال إن هو عنده إحساس إن النهارده يومه. لكن أوكس رجع ورخم عليه وقال له إن العائلات دي بتدور على الأطفال الصغيرين بس. ولما كالفن بص حواليه اكتشف إن كلامه صح، ووقتها زعل جدا وبدأ يسأل نفسه لو هيجي يوم وحد يتبناه فعلا. وبعدها خرج قعد مع أصحابه بره. وفي اللحظة دي الموظفة الطيبة اللي اسمها أخت تريزا جابت صندوق تبرعات جديد وبدأت توزع الحاجات على الأطفال. ووقتها ادت ميرف جاكيت شتوي، بس فجأة وقع من الصندوق جزمة رياضية قديمة، وكالفن بص عليها وشالها بسرعة. ولما سأل تريزا هي تعرف دي كانت بتاعت مين، فقالت له إنها سمعت إنها كانت بتاعت لاعب باسكت مشهور. ووقتها كالفن لبس الجزمة واتصدم إنها جاية على مقاسه بالظبط، فسألها تاني لو تعرف مين اللاعب ده. ولما حاولت إنها تفتكر كالفن لمح حروف مكتوبة عليها من جوه واللي كانت هي MG. وفي اللحظة دي كالفن اتصدم وقال إن اللي في دماغه ده ممكن يكون مستحيل، وقال مستحيل دي تكون جزمة مايكل جوردن بنفسه. وقعد يتأمل فيها هو وأصحابه، لكن أوكس فجأة جه وخطف الجزمة من إيده وقال له عايز يتأكد لو دي فعلا بتاعت مايكل جوردن. وكالفن لما حاول ياخدها منه أوكس رفض إنه يسيبها. ووقتها كالفن وأوكس فضلوا يشدوا في الجزمة، وأوكس وقتها رمى الجزمة فوق سلك كهرباء عالي وهو متضايق. وكالفن وقف مصدوم وهو باصص عليها. وبعدها كلهم رجعوا لدار الأيتام، لكن الموضوع ما كانش طالع من دماغه. وفي نص الليل والمطر نازل بره، كالفن صح ميرف صاحبه من النوم فجأة وقال له إنه لازم ينزل حالا ويرجع الجزمة دي. وميرف حاول يقنعه إن أوكس ممكن يكون عنده حق وإن الجزمة غالبا مش بتاعت مايكل جوردن أصلا، لكن كالفن كان مؤمن إنها بتاعت أسطورته المفضلة. وخرج بعدها هو وأصحابه في السر. ولما وصلوا هناك كالفن طلع على الشجرة اللي جنب سلك الكهرباء، وكان كل ما يقرب من الجزمة صحابه كانوا بيخافوا أكتر. لكن أول ما مسكها بإيده فجأة صاعقة ضربت السلك والكهرباء ضربت كالفن ووقع من فوق الشجر على الأرض. ووقتها أصحابه جريوا عليه وهم مرعوبين، لكن الغريب إن هو قام سليم كأن مفيش أي حاجة حصلت له. ووقتها بص للجزمة ولقى شرر بسيط طالع منها، وفي اللحظة دي حس إن في حاجة غريبة بدأت تحصل. وتاني يوم كالفن افتكر التذاكر اللي المدرب واجنر سابها
يلعبها له، ولما لقاهم فرح جدا وقرر ياخد صحابه معاه وراح الماتش. لكن اوكس شافهم وهددهم انه هيبلغ ستان، فكالفن علشان يسكته قال له يجي معاهم هو كمان. وبعد شويه الاربعه دخلوا الاستاد وقعدوا في اماكنهم، لكن فريق النايتس كان بيقدم اداء سيء جدا، والنتيجه فضلت ضدهم لحد نهايه الشوط الاول. ووقتها مدير الفريق اللي كان اسمه فرانك كان متوتر جدا، والجمهور كان بدأ يفقد اهتمامه. واول ما اللاعبين دخلوا غرفه الملابس، فرانك بعدها طلع وقال للجمهور ان هيتم اختيار شخص محظوظ من المدرجات علشان ينزل يلعب 1 ضد 1 مع تريسي. وللصدفه العجيبه الرقم اللي طلع كان رقم كرسي كالفن. ووقتها كالفن اتجنن من الفرحه ونزل بسرعه للملعب. وفرانك لاحظ ان الجمهور كان متحمس جدا لفكره ان في طفل صغير هيواجه نجم الفريق، فراح لتريسي وقال له يسيبه يجيب نقطتين، لكن تريسي قال له بتكبر هي نقطه واحده بس. وبعدها بدأ التحدي ما بينهم، وكالفن كان واقف قدام لاعبه المفضل ومش مصدق نفسه. لكن المفاجأة حصلت أول ما اللعب بدأ، وكالفن قدر إن هو يراوغ تريسي بسهولة، وقدر إن هو يعدي منه ويسجل أول نقطة، والاستاد كله انفجر. حتى كالفن نفسه كان مصدوم من اللي هو عمله. وبعدها استلم الكرة تاني وسجل نقطة أصعب من الأولى. وهنا كالفن بدأ يسأل نفسه هو إزاي بيلعب كده، وقال لنفسه ده أنا في دار الأيتام بالعافية كنت بدخل الكرة. أما تريسي في وشه اتغير تماما، وحس إن في طفل صغير بيهز صورته قدام الناس كلها، فقرر إن هو يلعب بجد. وفي آخر هجمة كالفن عمل حركة دنك جامدة قدام الكل، ووقتها الاستاد كله سكت من الصدمة، وبعدها انفجر من تاني. وفي الوقت ده ستان كان بره في عربيته، وكان قاعد بيلعب شطرنج، وما كانش عارف أي حاجة بتحصل جوه، وكان فاكر إن الأطفال لسه بيبيعوا الحلويات. أما جوه الاستاد بقى الناس كلها وقفت علشان تحيي كالفن. وفرانك أول ما شاف رد فعل الجمهور فهم إن هو لقى كنز حقيقي، فخرج بسرعة علشان يدور على ستان. ولما لقاه سأله لو كان هو المسؤول عن الولد ده. وتاني يوم فرانك وواجنر راحوا لدار الأيتام وبدأوا يتكلموا مع ستان عن كالفن. وفرانك قال له إن هو عايز يضم كالفن للفريق، وواجنر كان مصدوم وقال إن هو صغير جدا على ال NBA، ولو ما تعرفش إيه هو ال NBA فده هو دوري المحترفين بتوع السلة في أمريكا. بس فرانك قال له إن الهدف الحقيقي مش اللعب، الهدف إن هو يملى المدرجات ويجيب جمهور، لأنه لقى الجمهور متعلق بيه أكتر. ووقتها فرانك عرض على ستان $5000 علشان يسيبه يلعب معاهم يوم واحد، وستان كان طماع ووافق على العرض ده. بس واجنر ما كانش عاجبه الكلام ده. كالفن بدأ يتكلم مع صحابه عن اللي حصل في الملعب، ومورف كان بيسأله هو ازاي لعب كده، وكالفن قال له ان هو مش عارف اي حاجة، وان هو اول ما لبس جزمة MG مستواه اتغير تماما. ووقتها مورف جاب له كرة علشان يجرب، ولما كالفن رماها قدر ان هو يسجلها بسهولة. ووقتها مورف قال له ان هو زي سندريلا السلة، وان اكيد الجزمة دي هي السر. ووقتها كالفن قال له ما يقولش لحد على السر ده، لكن اللي كالفن ما كانش يعرفه ان اوكس كان مستخبي وراهم، وكان سامع كل كلمة اتقالت عن سر الجزمة. وفي نفس اللحظة بدأ يخطط علشان يستغل الموضوع ده لمصلحته. وفي الليلة اللي بعدها كالفن واصحابه راحوا الملعب ستيبلز سنتر، وده كان اول يوم رسمي ليه مع فريق النايتس. واول ما دخل غرفة الملابس كان مبهور بكل حاجة حواليه، وعلى طول راح لتريسي واعتذر له عن اللي حصل قدام الجمهور امبارح. وتريسي بتكبر قال له ان ده عادي وان هو مش زعلان. ووقتها لاعب تاني اسمه جود بدأ يرحب بيه وطلب منه يجي يقعد في الدولاب اللي جنبه، وكالفن كان قاعد ومش مصدق ان هو بقى وسط النجوم دول كلهم. وبعد شوية فرانك دخلوا معاه تيشيرت الفريق الخاص بكالفن، وكمان جاب له جزمة جديدة، لكن كالفن قال له ان هو حابب يلبس جزمة MG بتاعته. ففرانك ضحك وقال له هو مين اصلا اللي قالك انك هتلعب النهارده؟ فكالفن زعل جدا من كلامه ده، وعلى طول راح يدور على المدرب واجنر وبدأ يسأله هو موجود هنا ليه بالظبط. فواجنر قال له ان فرانك جايبه علشان الناس تيجي الاستاد وتتفرج عليه، يعني وجوده هو مجرد دعاية بس. فكالفن اتضايق اكتر من الكلام ده. وبعد شوية اللاعبين دخلوا الارض الملعب والماتش بدأ، والنايتس رجعوا يخسروا من تاني. فواجنر بدأ يطلب وقت مستقطع علشان يظبط الفريق، واثناء ما هو بيشرح الخطة كالفن قطعه وقال له ان هو عنده فكرة احسن. ولما المدرب سمعه استغرب ان الفكرة دي فعلا ممتازة، فطلب من تريسي ان هو ينفذها، بس تريسي رفض وقال له ان هو مش هيسمع كلام طفل. فواجنر اتعصب وقال له ان كالفن بنفسه هو اللي هينزل ينفذ الخطة دي، وبدأ يطلع لاعب من الملعب ونزل كالفن مكانه. ووقتها كل اللاعبين اتفاجئوا، حتى فرانك نفسه اتوتر وسأل واجنر هو عارف هو بيعمل ايه. فواجنر رد عليه وقال له ان هو المدرب وده القرار الصح للفريق. لكن قبل ما اللعب يبدأ كالفن بص على رجله واتجمد مكانه، واكتشف انه كان لابس الجزمة الجديدة مش جزمة MG، وفهم انه من غيرها ممكن يبقى لاعب عادي تاني. وفجأة تريسي مرر له الكورة، لكن كالفن رجعها له بسرعة، وفضلوا على كده شوية حلوين، والجمهور كان مستغرب من اللي بيحصل. وفجأة كالفن طلب وقت مستقطع وقال ان هو محتاج يدخل الحمام بسرعة. ووقتها كالفن جري بأقصى سرعة ليه على غرفة الملابس، وبدأ وقتها يدور على جزمة
جزمته القديمة، وأول ما لبسها حس إن ثقته رجعت من جديد ورجع على طول على الملعب وهو بيجري. وبعدها بدأ ينفذ الخطة اللي قالها المدرب بالظبط، وبدأ يسجل نقطة ورا التانية. والمدرب واجنر كان واقف مصدوم، والجمهور كله ما كانش مصدق إن طفل صغير بيسيطر على المباراة. وفي الآخر كالفين قدر إن هو يقلب النتيجة والماتش انتهى لصالح النايتس. وفرانك فرح جدا وقال لنفسه إن هو عبقري علشان جابه للفريق. وتاني يوم إدارة الفريق مضت مع كالفين عقد كبير جدا، وبقى حديث كل البرامج الرياضية في البلد، والكل بدأ يتكلم عن الطفل المعجزة. وأثناء ما كان بيحضر شنطته علشان يسافر مع الفريق للماتش الجاي، ستان دخل عليه وقال له إن هو فخور بيه جدا، لكن بعدها بدأ يسمم له أفكاره وقال له أي حد هيجي يتبناك دلوقتي هو مش بيحبك، لا ده هو بيحب فلوسك. وكمان قال له إن عقده أصلا مانع التبني. فكالفين استغرب وسأله يعني إيه، فستان قال له إن هو اللي مضى العقد بصفته الوصي القانوني عليه، وطالما هو بيلعب مع النايتس الوضع ده مش هيتغير، وإنه هيفضل مسؤول عنه طول الفترة اللي جاية. فكالفين اتصدم وسكت. وبعدها كالفين سافر مع الفريق على الطيارة للمباراة الجديدة. وفي الطيارة المدرب واجنر قال لتريسي إنه لازم يبدأ يساعد كالفين ويعلمه، بس تريسي رفض إن هو يعمل كده. والمدرب فاجئه وقال له إن كالفين كمان هيبقى زميله في الأوضة. ولما وصلوا الفندق كالفين كان مبسوط جدا بالفكرة، وقعد يتكلم بحماس إنه أخيرا هيعيش مع نجمه المفضل. لكن تريسي كان بارد جدا معاه وقال له إنه مش هيضيع وقته في اللعب معاه. وفي آخر الليل تريسي بدأ يجهز نفسه وقرر يخرج لوحده. فكالفين سأله لو ممكن يروح معاه، لكن تريسي رفض وقال له خليك هنا. وبعدين قال له اطلب أي حاجة نفسك فيها من خدمة الغرف. فكالفين سأله يعني إيه خدمة الغرف، فتريسي مسك التليفون ووراه إزاي يطلب أي حاجة ببلاش. ووقتها كالفين اتصدم لأنه ما كانش مصدق إن في حاجات ممكن تيجي لحد عنده من غير ما يدفع. لكن تريسي قال له جرب بنفسك وشوف. وأول ما تريسي خرج كالفين افتكر كلامه إنه يقدر يطلب أي حاجة ببلاش، فقعد يجرب الموضوع بحماس طفل أول مرة يشوف رفاهية، وبدأ يطلب أكل كتير جدا. وبعد شوية تريسي رجع للأوضة ومعاه بنت اسمها جانيت. وأول ما دخلوا تريسي اتصدم من المنظر ولقى إن الأكل كان مرمي في كل مكان، وكالفين كان نايم في وسط الفوضى دي. وتريسي وقتها اتكسف جدا قدام جانيت، وصحى كالفين بسرعة وقال له يقوم. وبعدين جري دخل الحمام يستخبى. وجانيت دخلت الأوضة واتصدمت من الفوضى، ولما تريسي حاول يبرر لها فجأة كالفين خرج من الحمام. ووقتها جانيت ضحكت له وكانت مبسوطة، وهما الاتنين اتعرفوا على بعض. وبعدها نزلوا يتمشوا مع بعض، وتريسي كان غيران جدا ان هما بيتكلموا. وبعدها جانيت بدأت تسأل عن كالفين، بس تريسي اضطر ان هو يتعامل مع الموقف. وبالليل كالفين طلب من تريسي ان هما يصلوا مع بعض. وبعدها اتكلم مع تريسي عن اهله، وده خلى تريسي يتأثر بكلامه، وبنشوف ان هو كان مخبي مشاعر جواه. وتاني يوم كالفين قال للمدرب بالغلط ان تريسي خرج مع بنته واتأخر، والمدرب اتضايق منه جدا وقال له ان الموضوع ده لو اتكرر هو هيقعده على الدكة ومش هيقوم من عليها. وتريسي اتضايق جدا من كالفين بسبب اللي عمله، وقال له يبعد عنه وما يكونش ليه اي علاقة بيه. ولما بنرجع لكالفين بنلاقيه بقى نجم الفريق، لانه بدأ يساعد فريقه النايتس انهم يكسبوا كل مبارياتهم وبقوا اقوياء جدا وتصدروا ترتيب الفرق. وبعد فترة كالفين رجع دار الايتام علشان يزور اصحابه، بس وهو نايم اوكس كان بيحاول انه يسرق الجزمة منه، وستان وقتها قفشه وقال له يبعد خالص عن كالفين. ولما اوكس حاول يقول له ان سر قوة كالفين هي الجزمة دي، ستان قال له مش مهم، المهم ان هو بيجيب فلوس. وبعد لما كالفين بيرجع للفريق تاني وقتها كان قاعد مع جود، وبيشوف تريسي وهو نازل للصيدلية علشان يجيب أدوية لأنه كان تعبان شوية. ولما تريسي بيركب العربية بيتفاجئ إن كالفين سبقه واستخبى في الكرسي اللي ورا، فبيضطر إن هو ياخده معاه. ولما تريسي بينزل الصيدلية الدكتورة بتديله دواء الحساسية ودواء منوم، وبتقول له ياخد دواء الحساسية ده دلوقتي والمنوم قبل ما ينام. وتريسي بيتلخبط وبياخد المنوم. ولما بيركب العربية بيبدأ إن هو ينام، ولما كالفين بيحاول يصحيه ما بيعرفش، وهم كانوا لازم يوصلوا الفندق قبل الساعة 12. فكالفين بيضطر إن هو يتعامل وبيسوق هو العربية علشان يوصلوا الفندق بدري، بس وهو ماشي في الطريق بيفضل يخبط في كل حاجة لحد ما بيوصلوا الفندق، وبيوصلوا هما الاتنين متأخر. وتاني يوم تريسي بيعرف من صاحبه إن المدرب حرم كالفين من المباراة النهائية لأن هو رجع الفندق متأخر امبارح. ووقتها تريسي بيفتكر اللي حصل وبيعرف إن كل ده كان غلطته هو، وإن كالفين اتعاقب مكانه. فبيضطر إن هو يروح لكالفين وبيبدأ يشكره عن اللي عمله ده عشانه. ووقتها بيديله لقب جديد وسماه سي دوج. ومن وقتها بقوا هما الاتنين قريبين من بعض وبقى بينهم احترام كبير. وبعد كام يوم كالفين بيرجع لدار الايتام علشان كان عنده امتحان هندسة، وكالفين وقتها كان بيحاول يذاكر علشان الامتحان كان الصبح بس ما كانش فاهم اي حاجة. فقام وخد بعضه وراح على ستان وقال له انه عايز عيلة تتبناه. فستان قال له ما عنديش مشكلة، وانا ما كنتش بوافق على عائلات اللي جاية تتبناك علشان كلهم طمعانين فيك. وقال له انا سايبك هنا علشان احميك من الطماعين. بس كالفين قال له مالكش دعوة وهات لي عيلة تتبناني. فستان رد
رد عليه وقال له ده انت تؤمر. وبعدها بدأ يخليه قابل كام عائلة واللي كانوا كلهم طمعانين فيه بجد، وكالفن كان خايف منهم جدا، وكان هدف ستان انه يخليه ييأس ويصدق فعلا انه بيدور على مصلحته علشان يقدر يستغله لمصلحته هو، وفي نفس الوقت يفضل هو ماسك فلوسه لانه هو وليه القانوني. وكالفن وقتها اتضايق جدا وخد بعضه وراح على قصر تريسي، وهو هناك تريسي لاحظ ان في حاجة غلط فبدأ يسأله ماله، وكالفن حاول يقول له ان مفيش اي حاجة، وفي الاخر اعترف بكل حاجة وقال له ان هو مخدوع من ستان وكمان عنده مشكلة في المدرسة وخايف ان هو يسقط في الامتحان. ولما تريسي سمع كده قرر ان هو يساعده علشان يفهم الهندسة، واستخدم رسومات بسيطة على الحيطة علشان يقدر يشرح له، وبطريقة شبه لعبة كرة السلة حاول يخلي الفهم اسهل ليه. وبعد الدرس ده الأوضة كلها قلبت فوضى، وكالفن مسك الدهان وبدأ يرسم في كل مكان، وتريسي دخل معاه وتحول الموضوع لخناقة ألوان. والله أنا شكلي بقول شعر من زمان. وبعدها كالفن طلب من تريسي إنه يخليه يجيب صاحبه مورفي معاه للقصر، ووقتها تريسي وافق. وتاني يوم وهم بيلعبوا كالفن قال لمورفي إن هو مش مرتاح لأي عيلة جاتله، بس مورفي قال له يمكن مفيش عيلة مناسبة ليك. ولما كالفن كان بيتكلم مع تريسي عرف منه إن تريسي عنده مشاكل مع أبوه، فكالفن حاول إن هو يصالحهم على بعض، ووقتها راح جاب أبو تريسي للقصر. بس لما تريسي شاف أبوه اتضايق جدا من كالفن وقال له ما يدخلش نفسه في الموضوع ده تاني. وكالفن رجع لدار الأيتام وكان فاقد الأمل في التبني، لكن مورفي فاجئه وقال له إن في عيلة تانية مستنياه، والعيلة كانت اسمها عائلة بويدز، واللي كانوا جايين مخصوص علشان يتبنوه وكان شكلهم مناسب جدا ليه. وفي نفس الوقت ده ستان بدأ يشك في موضوع الجزمة وراح يسأل أوكس عنها، ولما اتأكد إن الجزمة هي سر أداء كالفن بدأ يخطط إن هو يستغل الموضوع ده علشان يكسب فلوس قبل ما الولد يمشي. وفي اليوم ده كالفن كان رايح يتغدى مع عائلة بويدز، وستان أقنعه إن هو يلبس جزمة جديدة علشان يبان شكله كويس. وقبل ما يخرج كالفن طلب من مورفي إن هو يخبي الجزمة القديمة ويحافظ عليها، ومورفي وقتها وعده إن هو هيحافظ عليها. بس بعد ما كالفن مشي أوكس والعصابة بتاعته ظهروا وبدأوا يهددوا مورفي وطلبوا منه إنه يقول لهم على مكان الجزمة، ومورفي في البداية كان رافض، بس بعد ما هددوه أكتر اضطر إن هو يقول لهم إن الجزمة في البدروم. وبعدها ستان خد الجزمة وحطها في خزنة وراح بعدها على محل مراهنات وبدأ يراهن $100,000، والرهان كان على خسارة فريق كالفن، وكان واثق من ده علشان الجزمة بتاعت كالفن اللي بتكسبهم معاه. وفي الوقت ده كالفن كان قاعد مع عائلة بويدز اللي كانوا بيقولوا له إنهم هيكملوا إجراءات التبني بتاعته. ولما بنروح لتريسي بنشوفه وهو حزين جدا، ووقتها قرر إن هو يزور أبوه ويحاول يصلح العلاقة ما بينهم، وفعلا الاتنين اتصالحوا والعلاقات رجعت من تاني. وتاني يوم قبل الماتش تريسي وكالفن اتقابلوا والاتنين كانوا واقفين بيتكلموا، ووقتها كالفن بدأ يعرفه على عيلته الجديدة، وتريسي وقتها كان بيقول له إنه هو وأبوه اتصالحوا. بس في الوقت ده وقبل الماتش ب20 دقيقة مورفي اتصل بكالفن وقال له إن ستان سرق منه الجزمة، فكالفن جرى على دار الأيتام بسرعة وطلب من صحابه إنهم يساعدوه يمسكوا ستان. وفي نفس الوقت ده كان الماتش بدأ فعلا والفريق وقتها كان بيخسر. ولما بنرجع لدار الأيتام بنشوف الأطفال وهم بيهجموا على ستان وبيربطوه في كرسي، ولما أوكس بيدخل عليهم وقتها كالفن بيقنعه إن من مصلحتهم كلهم إن الجزمة دي تكون معاه مش مع ستان. ووقتها أوكس بينضم ليه وبيبدأوا يضغطوا على ستان علشان يعرفوا منه كلمة سر الخزنة، وبعدها بيعرفوا كلمة السر وبيقدروا إنهم ياخدوا الجزمة من الخزنة. والأطفال بيركبوا الاسكوترات بتاعتهم وبيجروا على الاستاد، لكن ستان بيقدر إن هو يفك نفسه وبيتصل برجالة علشان يساعدوه علشان يقدر يمنع الأطفال منهم يوصلوا للملعب، لأن لو كالفن وصل هيساعد فريقه إنه يكسب وهو كده هيلبس في الرهان. بس وهم في الطريق كالفن وأصحابه قدروا إنهم يعدوا من الحراس دول، وهم بيجروا مورفي وقع وهو بيحاول يهرب من العربيات، وباقي أصحابه كملوا طريقهم، والمطاردة دي فضلت مستمرة. وأثناء ما كانوا بيجروا كالفن الجزمة وقعت منه، وقبل ما حد يمسكها فجأة مورفي ظهر وأخد الجزمة ورجعها له تاني. ولما كالفن وصل للاستاد اتفاجئ إن ستان مستنيه هناك، ووقتها كالفن رمى السكوتر عليه وجري علشان يوصل للاستاد. ولما دخل لجوه وقتها الجمهور كله بدأ يسقف له، وفي أول لحظات الماتش قدر إنه يساعد فريقه يرجع بسرعة، وفريق النايتس بدأ يرجع للمباراة وكان فاضل شوية دقايق قليلة جدا. وفي لحظة كالفن كان ماسك كورة وفجأة كل لعيبة الفريق التاني هجمت عليه، ووقتها الجزمة بتاعته اتقطعت. وفي اللحظة دي كالفن حس إنه مش هيقدر يكمل، لكن تريسي بدأ يشجعه وبعدها لبس جزمة تانية وقال لفريقه إن الماتش ده هو آخر ماتش ليه، لأنه عايز يعيش حياة طفل عادي من تاني. ولما الفريق عرف إن دي آخر مباراة لكالفن كلهم قرروا يلعبوا علشان يكسبوا. وفي الثواني الأخيرة كالفن مرر الكرة لتريسي وتريسي سجل رمية حاسمة في اللحظة الأخيرة وقدر إنه هو يقود الفريق بتاعه للفوز. وبعد الماتش كالفن قرر يرفض التبني من عائلة بويدز وتخلى عن حلمه القديم لأنه حس إن ده القرار الصح، وبعدها ودع
ودع المدرب واللاعبين ورجع لدار الأيتام من تاني. ووقتها مورف استقبله وكان مبسوط جدا برجوعه. وبعد كام يوم تريسي جه للملجأ وقال لهم خبر مهم جدا، وبدأ يقول لهم إن فريق النايتس هيبقى هو راعي دار الأيتام بتاعتهم، لأن ستان هرب بعد ما خسر الرهان وما دفعش الفلوس. ووقتها قال لكالفين إن هو سمع إن هو بيدور على أب، وقال له إن هو كمان بيدور على ابن، فممكن هما الاتنين يكونوا عيلة جديدة. ومورف كان بيتفرج عليهم من بعيد وحس إن هو ممكن يفضل لوحده، لكن كالفين طلب من تريسي إنه يتبنى مورف معاه هو كمان. ووقتها تريسي وافق، ومن اللحظة دي التلاتة بقوا عايشين كعيلة واحدة. وبكده الفيلم بتاعنا بيخلص لسهرة النهاردة. كلمة أخيرة بقى ليك عزيزي المشاهد اللذيذ، احنا فعلا بنتعب علشان نقدم لك الفيديوهات دي، فياريت ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك والكومنت اللذيذين بتوعك. وما تنساش كمان تعمل فولو لصفحتنا والجروب بتاعنا على فيسبوك علشان المتعة كلها هتلاقيها هناك. وتقدر كمان انك تتناقش في احداث الفيلم وتقترح علينا الافلام اللي جاية. وبس كده، نشوفكم على خير، سلام.